اللبناني أمين الجميل في احتفال أقيم فتح صحيفة الدستور الأردنية في السيارات وهويات الركاب. وكان المتحدث العسكري بلسان جيش الأخرى توالى وصول الطائرات المدنية إلى وزير خارجية العدو إسحاق شامير التنصل من مسؤولية حكومة تل أبيب. جرى اليوم في موكب مهيب تشييع في فلسطين المحتلة قرر مجلس وزراء العدو تشكيل التحرير الوطني الفلسطيني فتح وقيادة المقاومة الفلسطينية. وجه أفراد الجالية الكويتية في دولة قطر النداء التالي إلى أصحاب الجلالة والسمو. سادتي وسادتي، نأتي وإياكم إلى ختام برامج يوم الأحد حتى نلقاكم في تمام 3 من مساء يوم الغد. شكرا لكم وإلى اللقاء مع رسالة الإخوة الدينية الممهدة لمدفع الإفطار وأذان المغرب، ونبدأها بالقرآن الكريم. لقاء عرض البحر. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم أنباء الخميس. لكم تحية وإلى أعزائي المشاهدين، نقدم لحضراتكم الآن الفيلم الأسبوعي الأجنبي. اخترنا البطولة، فقد وصل أمس إلى سنغافورة سعادة الشيخ محمد بن خالد آل ثاني أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية. نهاية مباراة منتخبنا الوطني واللي واجه فيها منتخب كوريا الجنوبية، يسرنا ومن خلال الدقائق التالية أن نلتقي سعادة الشيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا من خلال الحلقة الأخيرة والرسالة الأخيرة من هنا سنغافورة 89. اليوم يوم ختام هذه التصفيات الآسيوية النهائية لكأس العالم في إيطاليا 90. من تلفزيون قطر من الدوحة قرأنا لحضراتكم أنباء. مشاهدينا الأعزاء، فلوريدا أرض هذا وقد درست حاملة الطائرات الأمريكية كينيدي في مرفأ. وأشارت وكالات الأنباء إلى أن الرئيس المصري أخفق أثناء محادثاته مع مناحيم بيجن في الوصول إلى تنظيم رحلة استطلاعية لأعضاء الوفود المشاركة في المخيم العربي الثامن للمكفوفين، زاروا خلالها متحف قطر الوطني وتعرفوا خلال زيارتهم هذه على العديد من أقسام المتحف المختلفة. طرح سعادة الشيخ حمد بن جاسر من جبرة الثاني وزير الشؤون البلدية والزراعة ورئيس وفد دولة قطر إلى ننظر إلى الصراع العربي الإسرائيلي. كيف ننظر إلى مستقبل هذا الصراع وكيف ننظر إلى مستقبل بعث سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني نائب الأمير ولي العهد تصاحب إثر الهجوم الذي تعرضوا له أمس الأربعاء 30/9 عام 92. أما الآن سيداتي وسادتي، فنبقى معكم ومع أغنية العايدون والمستقبل. شفت مسرحية أبوكم التالية ذي؟ شو اسمها؟ شو اسمها المسرحية؟ سعد برشيد، ما هي تجربتك مع الحلم العربي؟ الأحبة الصغار نقدم الآن الطلبات لعرض مقاطع من طلبت سهرتكم هاني مسألة فيكم مع مبدع الليلة في برنامجكم المبدعون في الخليج. معكم اليوم نحن الآن بكم في إذاعة خارجية منقولة من مدريد. خبر من نيويورك، حيث اعترفت الجمعية العالمية للملاكمة بالأمريكي جيمس دوغلاس بطلا جديدا. وصل إلى القاهرة بعد ظهر اليوم جثمان المواطن المصري عبد النبي جابر عبد المنعم المليجي الذي كان يعمل بالقوات المسلحة القطرية، واستشهد في حادث الهجوم السعودي على نقطة